الكرات البينيه وحصار على منطقه من فاينشتايجر. هدف 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 من الخضه، واللي جابه ايه؟ ايفيكا اللي نزل. هدف في الدقيقه 30، يعني هدف فيه خضه. الخضه هي اللي خلت امور بيلعبوها 3-4 مرات، وزي ما قلت لكم ان ايفيكا ده اللي نازل الاوكراني. بص بيروح ازاي، وبيروح واتلعبت له ومتغطي في صح وعلى طول هدف كده هو على طول. ايفيكا اهو، ايفيكا يحط هدف التقدم. ايفيكا هدف التقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. يتقدم بايرن ميونخ بهجمة جميلة جدا وتصبح نتيجة 1 بايرن ميونخ لا شيء الآن. هجمة والكرة السريعة وترد على طول، والبنية من أبو تريكة. الله الله، وهدف. مش بقول لكم لما ينزل أبو تريكة على طول التوأم بتاعه بركات، ادي الكوره اهي، وهدف التعادل جميل جميل في الدقيقه الرابعه من تمريره للزئبقي ابو تريكه. تمريره حلوه من ابو تريكه تروح لبركات عشان يتعادل النادي الاهلي في الدقيقه الرابعه. اهو قال لهم وسع وسع يا جماعه، ده اللي فاهمني، محدش فاهمنا الا ده، هو ده اللي شهرني وانا شهرته. ابو تريكه في اول تمريره على طول لبركات يحط هدف جميل بعد 4 دقائق من الشوط. يا سلام، المباراه هتحلو. بصوا يا سلام، بيفتكروا الايام الخوالي، الديني في العتاقي والخبره وكل حاجه. بركات وابو تريكه او ابو تريكه وبشره لنادي بايرن ميونخ. بتلعب فينك يا اكرامي، ضرب غطس، يحط اخيرا الكوره. ده مين برضه؟ ايفيكا، ايفيكا المؤذي، ايفيكا المؤذي. لازم اجيب الكوره من فوق، ما اضربهاش وهي تحت. هنشوفها مره ثانيه. ايفيكا يحط الهدف الثاني بغرابه شديده جدا. ايفيكا يحط الهدف في الدقيقه الثالثه، وقت ضايع. بصوا تتجاب من فوق مش من تحت، الكرة تتجاب من فوق مش من تحت. هم حاطين حارس المرمى عشان يمسك الكرة من فوق، انما امسكها من تحت تحصل فيها كده. بصوا من تحت خلاص راحت لإيفيكا المؤذي عشان يتقدم بايرن ميونخ بهدفين. اهو حاسس هو رغم انه عمل ماتش كويس قوي، انما تتجاب